السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناة كورة. لو انت اول مرة تشوف القناة ما تنساش تشارك في القناة. طيب الفيديو دوت هتعرف ايه؟ هتعرف موعد مباراة النادي الاهلي ونادي المصري البورسعيدي في الجولة رقم 13 من الدوري المصري. زي ما انت شايف كده الدوري المصري كله متلخبط، ما انتش عارف دي الجولة رقم كام، مين اللي لعب ايه في ايه، والله ما حد فاهم اي حاجة في اي حاجة. اهو كله بيلعب وخلاص لحد لما نشوف الدوري ده هيخلص ازاي ولا ماشي ازاي اصلا. النادي الاهلي النهارده كان بيلاعب بتروجيت، وطبعا النادي الاهلي تعادل مع بتروجيت. النادي الاهلي هو اللي تعادل، انا بقولها صح على فكرة، انا مش تعبان ولا حاجة. انا تعبان ولكن انا بقول الجملة صح يعني. البتروجيت كان كسبان النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي كان خسران. احنا نرجع عماد النحاس بقى ونمشي اللعيبه اللي عندنا دي، سواء كان شناوي ومحمد هاني. ويعني والله العظيم عيب يعني. فربنا يكون في عون برضه جماهير النادي الاهلي، ويكون في عون جماهير نادي الزمالك، يكون في عون جماهير الدوري المصري كلها يعني. النادي الاهلي خلاص انا مش هتكلم كتير. النادي الاهلي حاليا موجود في المركز الثاني، وفي فرق كتير عندها الفرصه ان هي تسبق النادي الاهلي حاليا. حلو حلو. مش عاوز اطول عليك برضو في الكلام عشان انا صوتي تعبان اصلا. النادي الاهلي والنادي المصري هيلعبوا الجوله رقم 13 على استاد الجيش ببرج العرب يوم الاحد الاحد القادم، اللي هو يوم 2 11 2025. وبما ان التوقيت الساعه هيتغير، فالمباراه دي هتتلعب الساعه 8 مساء. يبقى المباراه دي بالتوقيت الجديد هتتلعب الساعه كام؟ الساعه 8 مساء. ده هيكون توقيت مصر، وطبعا توقيت مصر والسودان وليبيا وحبة دول عربية تانية. اما بقى لو انت في السعودية او في الكويت وفي العراق وكده، فالمباراة هتتلعب الساعة 9 مساء. مش عاوزين نطول، باقي الدول العربية اكيد مش هتتفرج على الدوري المصري يعني. الاون سبورت رقم 1 قناة ناقلة، مستني توقعك واشتراكك في القناة. سلام.